تزوجت الأم مرة أخرى وانتقلت إلى المدينة مع ابنتها الصغيرة، لكن ابن الزوج كان شديد التعلق بالفتاة، ومع ذلك لم تكن الفتاة تعلم أن هذه كانت بداية كابوسها حتى بلغت 18 من عمرها حين اكتشف شقيقها مذكراتها المليئة بأسرار الحب الأفلاطوني. تدهورت علاقتهما تماما، ثم بدأت قصة حب سرية استمرت 5 سنوات. في منتصف الليل كان الأخ يصل إلى غرفة الفتاة ويغادر في الموعد المحدد 5:05 صباحا. أصبح هذا اتفاقا سريا بينهما. ظنت الفتاة أن هذا الحب سيتغلب على كل شيء، حتى أنها حلمت بالهروب إلى بلد آخر والزواج منه سرا. ولكن قبل نصف شهر سمعت الفتاة بالصدفة محادثة بين الأخ وصديقه. سأله الصديق بلغة أجنبية هل وقع في حبها حقا، ثم تذكرت أن الرجل قال سابقا إنه كان يمزح معها ظنا أنهما بالتحدث بلغة أخرى. الفتاة لم تلاحظ، لكنها فهمت كل كلمة قالوها، ثم أدركت أن الرجل كان معها فقط للانتقام من والدتها. حطمت هذه الحقيقة القاسية كل أحلامها. قررت على الفور السفر إلى الخارج وقطع العلاقة تماما. في ذلك اليوم أخبرت الفتاة عائلتها أن طلبها للدراسة في الخارج قد تمت الموافقة عليه أخيرا. كانت الأم سعيدة من أجلها، لكنها في الوقت نفسه كانت قلقة بشأن سبب وجودها بمفردها في الخارج. ثم اتصلت بابن صديقتها وأخبرت ابنتها أنها تريد شخصا يعتني بها في الخارج. ثم ذكرت الأم حبيب الفتاة السابق، ذلك الوغد الذي لم يرغب حتى في مقابلة الوالدين. كانت سعيدة لأنهما انفصلا أخيرا، لكن الأم لم تكن تعلم أن هذا الوغد هو في الواقع شقيق الفتاة نظريا. لذلك طلبت الفتاة من والدتها ألا تخبر شقيقها بأنها ستغادر بعد. صدمت الأم عندما سمعت ذلك ورأت ابنتها صامتة. اعتقدت أنها تريد مفاجأة شقيقها، ثم نصحتها الأم بأن أخاها لطالما أحسن معاملتها، لذا عليها أن تتذكر البقاء على اتصال به حتى بعد سفرها. لكن في أعماق قلبها ظنت أنه بمجرد رحيله ستنتهي العلاقة. تسلل الأخ إلى غرفتها عند منتصف الليل كعادته، لكن الآن بدت كل لفتاته الحنونة التي كانت تقدرها سابقا مثيرة للسخرية للغاية. رفضت الفتاة حينها السماح لأخيها بالاستمرار، مدعية أنها ليست على ما يرام. لم يكن أمامها سوى التحرر من مضايقاته. بهذه الطريقة وبعد أيام قليلة وللتغلب على ضغط عائلتها للزواج، أحضر الأخ امرأة إلى المنزل. رأت الأم الفتاة وعرفتها على صديقة أخيها وطلبت منها أن تأتي لتحيتها. المرأة الماكرة عندما رأت الفتاة تقترب أرسلت نفسها طوعا وقالت إن أخاها تحدث عنها كثيرا. ثم أمرت الأم الفتاة بتقديم كوب من الماء للمرأة. الفتاة المكسورة القلب اضطرت لتقديم الماء لزوجة أخيها نظريا كأخت صغرى. لاحقا وجد الأخ الفتاة سرا وشرح لها أن المرأة مجرد ممثلة استأجرها، وأخبرها أنها حبيبته الحقيقية الوحيدة. لكن هذه المرة لم تصدق الفتاة كلامه. لاحظ الأخ أن خاتم الفتاة قد اختفى، ثم سألها على الفور عن مكان الخاتم. صافحتها الفتاة وقالت إنه هو من منعها من ارتداء الخاتم. ثم شرح الرجل ما هو، لأنه كان خشية أن تكتشف الأم علاقتهما. على المائدة تحدث الأخ والمرأة الماكرة عن حكايات الطفولة. كانا في غاية الود كزوجين حقيقيين، حتى أن الأم أعدت الحلويات خصيصا للترحيب بالمرأة. في تلك اللحظة تلقت الفتاة إشعارا بمعالجة التأشيرة، فحاولت إيجاد ذريعة للمغادرة، لكن زوج أمها أمر شقيقها بمرافقتها. في السيارة بدأت المرأة الماكرة باستفزاز الفتاة. اتضح على الفور أنها رأت بالفعل العلاقة الشاذة بينهما، وأكدت أن هذا الحب المشوه لن ينتهي نهاية سعيدة. ثم أعلنت سيطرتها. شعرت بالأسف قائلة إن حيوانها الأليف مريض، وأن هذا الحيوان الأليف هو هدية عيد ميلاد شقيقها. أرادت المرأة الماكرة استخدام هذا كذريعة. رافقها إلى المنزل. في البداية تردد الأخ للحظة، ثم أوقف السيارة تحت المطر، وفي تلك اللحظة اتخذ قرار